كتير مننا سمع عن حاجة اسمها عجلة الحياة. دين، شغل، صحة، علاقات، تطوير ذات. وكل مرة نحاول نوازن بينهم نحس إننا مقصرين في كل حاجة. بس خليني أقولك حقيقة مهمة، ممكن المشكلة ما تكونش فيكي، ممكن المشكلة تكون في الطريقة نفسها. أنا بحب أسمي البديل ده عجلة الأدوار. مش بنقيس حياتنا بجوانب، لكن بنقيسها بالأدوار اللي بنعيشها فعليا كل يوم. لأن حياتك مش مقسمة مربعات، حياتك أدوار، وانتي بتتنقلي بينها طول الوقت. خلينا نسأل نفسنا أسئلة أبسط بس أعمق. أنا قبل أي حاجة عبد لربنا، هل بعبده حقا ولا العبادة بقت على الهامش؟ أنا زوجة، هل أنا حاضرة بقلبي ولا موجودة جسديا وبس؟ أنا أم، هل دوري مجرد أكل ولبس ولا في احتواء وسماع وأمان؟ أنا موظفة أو صاحبة شغل، بشتغل بإتقان ولا بخلص المطلوب وخلاص؟ أنا بنت وأخت وقريبة، هل لسه ليا وجود حقيقي في عيلتي ولا الغياب بقى طبيعي؟ أنا صديقة، بسمع، بدعم ولا دايما مشغولة؟ وأنا كمان جزء من مجتمع وجزء من بلد، ليا أثر ولا واقفة على الجنب؟ وأنا كمان مسؤولة عن صحتي، هل بهتم بجسمي ولا دايما بأجل نفسي لبعدين؟ نومي، أكلي، حركتي وتعبي مش كماليات، دي أمانة. وأنا كمان مسؤولة عن تطوير نفسي، هل بتعلم؟ هل بقرأ؟ هل بكبر كل يوم ولا وقفت مكاني؟ الفكرة مش إنك تبقي مثالية في كل الأدوار في نفس الوقت، ده مستحيل. الفكرة إنك تبصي على كل دور وتسألي نفسك بصدق، هل أنا بعمل اللي عليا ولا محتاجة أراجع نفسي شوية؟ مش توازن مثالي، لكن وعي ومسؤولية. في الآخر قوليلي في الكومنت أكتر دور حاسة إنه محتاج منك حضور أكتر الفترة الجاية.